والجيزه السلام عليكم. والاسكندريه اللي انا بشوفه تقريبا دي اخر عند باقي فقره. المحافظات انا عندي شكاوى رهيبه. ممكن يبقى في فقره كمان. احنا دلوقتي الساعه 10:30 بالدقيقه. الشكاوى ده كده بس مثلا في ساعتين قلنا فيهم ان احنا مع استاذه لميس الحديدي برنامج الصوره. هنعمل ايه في الجيزه؟ ومعانا الاستاذ عمرو الاديب برنامج الحكايه. الاثنين شغالين في نفس الوقت، فانا هحاول اظبط ان انا اعرف ارد على الاثنين. تمام. طبعا ده رئيس جهاز اداره المخالفات بالجيزه. المخلفات طلعت المخلفات لان انا قريتها وهي الشاشه بتتشال. السبب يعني دي قريتها انا كده. تمام. هترجع تخدم منطقه وسط ومركز اعمالها في منطقه وسط. طيب نجيب ورقه وقلم ونكتب الكلام ده. الاسكندريه هنعمل فيها ايه؟ اسكندريه ان شاء الله بعد الفت يعني خلينا خلاص من حكايه المشكله الماليه والحاج ده الفت خلاص الحمد لله في دعم من الشركه اللي هي لسه ما وصلتوش بس هي وصلت خلاص وصلت في طريق هنا خلاص. حضرتك هنبتدي ندعم بالمنطقه بتاع القصوى منطقتنا اللي بنسمع له هنا هنفكر الخطوط الوسيطه اللي بتاثر جزء كبير جدا من الخدمه عندنا من التقاطع طبعا انا كنت باكل وجيت فما لحقتش افهم ايه اللي حصل في الفاصل اللي انا خدته يعني. يوميا في المصانع بتاعتنا نطلع منها اسمنت بلدي ونطلع منها عقود بديله شبه شركات الاسمنت. هو بيتكلم يعني ازاي بنعدل المخلفات اللي هو بنعمل اعاده تدويب للمخلفات والكلام ده. طبعا الكلام ده طبيعي في اي دوله بيحدث وليه اسس طبيعيه وفي منظومه وفي فلوس بتدفع على فواتير الكهرباء لكل شقه وفي شركه بتشيل الزباله دي وتوصلها للاماكن. حاجات كتير غلط بتحصل والمحليات مش عارف هي راحت فين. ووزاره الكهرباء ازاي ما بتستخدمش الفلوس دي بشكل طبيعي. انا مش فاهمك برضه. غلط يا باشا. خلينا نشوف استاذ عمرو اديب عشان انا والله تعبت. الكلام دوت اصلا المفروض ان هي بديهي ان انت تنفذه. يا اما انت تعمل شركه وتوظف ناس وتشغلهم وتجيب عربيات وتلم الكلام ده كله. ده رأيي. هو دلوقتي هنا الاستاذ عمرو اديب برنامج الحكايه بيتكلم على الذكاء الاصطناعي. معاه على التليفون الدكتور انس النجداوي استاذ الاعمال الرقميه ومدير جامعه ابو ظبي في فرع دبي. طبعا هم هنا بيتكلموا على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده حدوته كبيره قوي 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 قوي. ليه بقى؟ لان احنا ما بنشتغلش بيه. هنا في مصر ما عندناش ناس تقدر تشتغل على برنامج الذكاء الاصطناعي من الصفر. طبعا دي مشكله. كله بيشتغل بنظام انا هشتري واعمل تجميعه بس. هي اساس انت ما انت لو ما عملتش التجميعه دي بالمواصفات اللي هو قايل لك عليها. يعني انت مثلا في ايه اللي هتطوره في التكنولوجيا في الكمبيوتر وفي الحاجات دي كمصر؟ في الخليج، في الوطن العربي، في الشرق الاوسط، في الصين. ايه دي دول فلوسها اتوزعت وما بياخدوش حقوق وبتاع. كل ده مش حصل. ده الكلام ده انا مش هسمح بيه. مش هسمح اصلا الكلام ده يحصل في حكومه في دوله او في عالم في كوكب بيحكموا قانون الامن الدولي. ما هو انت كده، انت لو كده انا مستحيل اقعد معاك على ترابيزه واحده لو انت ما عرفتش تامن الحاجات دي كلها. اكبر كارثه هتحصل ورا الاي اي ده ايه؟ سيبك بقى من الهندسه بوجهها المحدد. الاي اي مفيش اي كوارث. انا ما اعرفش ازاي المجتمع العلمي بيتكلم على ان الاي اي هيسبب كوارث. لانه اصلا هو ده برنامج روتيني هو محدد له حاجه كده بترد على قد السؤال. هما بيجربوه في الاي كيو عشان يعرفوا الحدود بتاعته اللي هم حاطينها، هل هتبقى مطابقه للمعايير اللي هتمشي معاهم ولا مش هتمشي معاهم. هو مش هيظهر لك. لا هو ده اللي بيحصل دلوقتي.
ده انتوا انا بقول لك اهو، هو بيجرب دلوقتي عشان المسيرات الآلية واللي شغالة بالذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها اللي هي بتشتغل اوتوماتيك، هو ما يقدرش يحطها لك اوتوماتيك مرة واحدة، لان هو ممكن ايه، الاي كيو هو بيبقى حاطه على حساسات. تمام، الحساسات دي او المستشعرات دي بتشغله وتخليه ياخد اوامر. يعني هو مثلا بيحس من لغتك ومن كلامك اللي انت عايز ده، فبياخد الاوكي على بناء على الرد بتاع ايه، بتاع الاستنتاج على كلامك. اما بيطلع غلط معاه او غير اللي انت عايزه، هنا بقى بيكون الرعب ان هم يشغلوا الاي كيو، فبتبقى حاجات كل حاجه ليها 10 قواعد ما بتعملش غيرها. تمام، انا مش عارف انتوا شغالين ازاي، بس انا هعمل ايه، اعمل ستوب وارجع اكمل على طول لحد ما اشوف الاستاذ عمرو اديب هيقول ايه بعد الروبوت ده. وده رايي، ودور في المجتمع العلمي وهتلاقي اللي الكلام اللي انا بقوله لك ده هو الصحيح، مفيش غيره. طبعا انا رجعت دلوقتي بس عشان اقول لك ان الاستاذ عمرو اديب بيتكلم المراسل بتاع قناه العربيه في اليمن، وهيتكلموا على موضوع اليمن. طبعا انا لسه معلق بفيديو على موضوع اليمن، وفي الملخص والمستقبل واللي هيحصل في اليمن ايا كان التغير البسيط بين الخطتين، وهكمل معاكم تاني. الاستاذه لميس خلصت وكده معانا الاستاذ عمرو، نقفل ولو في حاجه جديده نطلع بفيديو جديد.